السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه يا بنات؟ وحشتوني والله العظيم، بقالي كتير جدا ما عملتش معاكم فيديوهات للحقن المجهري، فسامحوني على تقصيري. وان شاء الله الفتره اللي جايه بناء على طلبات بنات كتيره جدا على الواتس معايا وفي التعليقات هنا طالبين مني يا ام اياد اعملي لنا فيديوهات للحقن المجهري بالله عليكي. من اول ما الدكتور يقول لنا ان احنا نعمل حقن مجهري لحد ان شاء الله ما هقول لكم الف مبروك، وربنا ان شاء الله يكمل لكم على خير. اقول لكم كل حاجه بالتفصيل الممل، وسامحوني لو انا هطول معاكم في بعض الكلام وفي بعض المعلومات، بس عشان ما انساش حاجه. الاول خالص، انا بدل ما اتكلم معاكم عن الحقل المجهري وانا في البيت عندي ويبقى الجو ممل، قلت طول ما انا بنزل اعمل جولات في البلد عندي في السويس هاخدكم معايا افرجكم، في نفس الوقت هتكلم معاكم عن الحقل المجهري. نبتدي على طول، نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجه تفكري فيها اول ما الدكتور يقولك هنبدا على بركه الله نعمل حقن مجهري ونتابع وناخد علاج عشان نحدد ميعاد العملية، في 4 حاجات أساسية وضرورية لازم تفكري فيها في الحقن المجهري. أنا النهاردة هاتكلم معاكم في ال4 حاجات الأساسية دي، وبعد كده كل فيديو هيبقى مخصص لحاجة معينة، وهامشي بالترتيب عشان ما لخبطكوش، لأن الفيديوهات اللي فاتت كان أنا باتكلم في حتة من هنا على حتة من هنا، لأ المرة دي إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل واحدة واحدة على الخطوات. واللي ما يفهمش أي حاجة منّي، في بعض البنات حبايب قلبي اللي في المغرب والجزاير أو السعودية ما بيفهموش بعض كلام مصري، قولوا لي في التعليقات أو قولوا لي على الواتساب أنتم معاكم أرقامي، وأنا إن شاء الله هاجاوبكم هنا أو على الواتساب بإذن الله. تمام. أول 4 حاجات لازم تفكّري فيهم أول ما الدكتور يقول لِك إن أنتِ إن شاء الله هتعملي حقن مجاري. أول حاجة، لو أنتِ مثلًا من الدول العربية زي المغرب، الجزاير، السعودية، الكويت، بييجوا بيستقروا هنا. جنب أي مستشفى حقن مجهري أو مركز حقن مجهري بيبقى فيه شقق كتير مفروشة. تمام. وأنا أعرف بنات كتيرة أجروا شقق مفروشة واستقروا فيها عشان يبقوا جنب المركز أو المستشفى بتاعتهم، عشان لما الدكتور يبقى فيه أي حاجة وعايزهم يبقوا جنبها ويروحوا على طول. تمام. دي أول حاجة لازم تفكري فيها. أنا لو مثلًا بلدي بعيد زي أسوان هنا، أي بلد تانية، ومحتاجة إن أنا أقعد ال3 شهور، ال3 شهور الأولانيين من الحمل، أو على الأقل ال14 يوم فترة الانتظار جنب المستشفى، عشان لو في حاجة أقول للدكتور أو أجري على الدكتور أو أجري على المستشفى. أول حاجة لازم تفكري فيها المكان اللي أنتِ هتستقري فيه. أنتِ طبعًا عندِك فرصة إن أنتِ دلوقتي موجودة، بتتابعي، موجودة لسه بتاخدي علاج عشان لسه هتعملي الحقن المجهري، فممكن تلفي لفة حوالين المستشفى وتسألي أي حد موجود، هيقول لِك إن في شقق كتيرة مفروشة يعني. تشوفي إيجارها وتشوفي المناسب ليكِ وتتفقي عليها، وتشوفي الوقت اللي الدكتور هيقول لِك فيه العملية، بتأجري قبلها بيوم أو 2 ال الشقة، وتشوفي برضه الفترة اللي أنتِ هتقعدي فيها، هتقعدي ال14 يوم والّا هتقعدي أسبوع والّا هتقعدي ال3 شهور كلّهم. دي حاجة أساسية وضرورية ولازم أول حاجة تفكّري فيها. تمام. وكمان لازم تفكّري، تمام أنا خدت الشقة واستقريت وفرشتها، أو قصدي يعني أجرتها، أفكّر في الفرش بتاعها. طبعًا الفرش المفروش مش زي شققنا. أنا شقتي عارفة حاجتي، عارفة سريري كده، فزي ما نكون طالعين مصيف بالضبط. باخد معايا مثلًا أشوف إيه يعني أروح أبُص على الشقة اللي هأجرها، إيه اللي أنا محتاجاه فترة الأسبوعين دُولة، لإن طبعًا الأسبوعين دُول هتبقي أنتِ مثلًا غريبة عن البلد، واللي معاكِ برضه إذا كانت ماما أو أختِك مش هتقدر تنزل كل شوية والتانية وتسيبِك. فبتشوفي إيه اللي محتاجاه بالضبط، من فرش بقى، من ملايات، تجيبي كام ملاية معاكِ، تجيبي كام فوطة وِش، تجيبي كام فوطة للحمام، بتجيبي حاجاتِك الشخصية مثلًا طبق، سكينة، معلقة. أنا باتكلم الناس اللي هتقعد شهور. تمام. عشان ما حدش يقول لي إيه يا مُقيّاد كل ده عشان حقن مجهري. أنا أعرف بنات راحت آمم أجّرت شقة مفروشة، وبعد ما أجّرت شقة مفروشة عشان تستقر فيها ال3 شهور، اكتشفت إن هي ما جابتش حاجة وما تعرفش أي حاجة، وبقت تقول لي: "يا ريت يا أم إياد تقولي للبنات وتفهّميهم إن في حتّة ناقصاهم، إن لازم يشوفوا قبل ما يقعدوا الحاجات اللي ناقصاهم، لإني أنا ما عرفتش أنزل أجيب." فبقت يعني تعمل باللي موجود في الشقة وخلاص، وكانت متأذية نفسيًا. تمام. دي حاجة أساسية وضرورية ولازم تفكّروا فيها والله. طيب أنا دلوقتي لو مثلًا خلاص هاعمل العملية، ومثلًا بيتي قريب في مصر، أو مثلًا في في الجيزة مثلًا، في إسماعيلية، في السويس زيي، وهامشي على طول مش هاقعد ال3 شهور. أعمل إيه؟ أنتِ من ضمن الإجراءات أو من ضمن المصاريف بتاعة العملية،
3 ساعات بتقعديهم في أوضة الإفاقة بعد العملية، بتناميهم على ضهرِك، وبعد كده بيقول لِك لو عايزة تقومي تروّحي، بتروّحي، تمام. أنا في أول عملية لابني في ابني إياد، أنا بصراحة خُفت إن أنا أقوم، فإن أنا اتفقت إن أنا هاقعد يوم كمان في أوضة الإفاقة دي، بس في بيبقى معاكِ مرافق أو غير. يعني بمعنى إيه، أنا اتفقت إن أنا هاقعد في الأوضة من غير مرافق، من غير زوجي أو أي حد، فكان معايا 3 بنات تانيين عاملين حقن مجهري، وكل واحدة نايمة على سرير، والحمام كان مشترك ما بيننا، تمام. أنتِ لو عايزة أوضة وحدِك، معاكِ ماما، معاكِ زوجِك، معاكِ حد، بيختلف والسعر بيختلف، فدي حاجة برضه لازم تفكّري فيها. أنا دلوقتي هاعمل حقن مجهري، وبعد ال3 ساعات هاقوم هاروّح بالسلامة. أنا عايزة للأمان كمان أقعد ليلة كمان في المستشفى وبعدين أروّح، والّا أروّح على طول بعد ال3 ساعات اللي هم مدّيينها لي تبع تكاليف العملية؟ دي حاجة برضه لازم تفكّري فيها، دي نمرة 2. الحاجات دي والله أساسية اللي باتكلّم فيها دي، وهنتكلّم برضه إيه اللي هتاخديه معاكِ لمّا تقعدي ال3 شهور، وإيه اللي هتاخديه معاكِ لمّا هتقعدي يوم. هاتكلم معاكِ في كل ده بس مش في الفيديو ده، عشان إيه، الفيديو ده مخصصه للحاجات الأساسية والمهمة اللي تفكري فيها. خلاص إحنا خلصنا من نقطة إذا كنتِ هتاخدي شقة مفروشة والّا إذا كنتِ هتاخدي يوم كمان في المستشفى. بنروح كمان لتالت حاجة والمهمة، العربية اللي هتنقلِك من المستشفى لغاية بيتِك. يعني أنا من مصر للسويس المسافة تقريبًا ساعة ونُص لو أنا ماشية بالعربية عادي. إنما العربية اللي أنا أخدتها كانت لازم تمشي بالراحة، أي واحدة بتعمل حقن مجهري عارفة الكلام ده. إن العربية لازم تمشي بيكِ على مهلها جدًا، جدًا. فلازم تاخدي يا إما تاكسي، يا إما تاخدي ليموزين، يا إما تاخدي مثلًا أي ملاكي مثلًا. لو أنتِ مثلًا عندِك قرايبِك أو زوجِك معاه عربية، لازم، لازم ضروري إن أنتِ تنامي في الكرسي اللي جنب السواق. بتفتحي الكرسي وتعمليه زي سرير وتنامي فيه. اوعي حد يقول لِك مثلًا نامي على الكنبة اللي ورا بتاعة العربية وافردي نفسِك وبراحتك، لأ غلط. لإن الكنبة اللي ورا مُعرّضة للمطبات أكتر من الكرسي اللي من قدّام. أنتِ لو نمتِ ورا على الكنبة اللي من ورا، هتحسّي بكل مطب حرفيًا كده وبالبلدي، كل مطب في ضهرِك. كل مطب هو بياخده حتى لو بالراحة بيطلعوا مثلًا، هتحسّيه في ضهرِك، فده غلط جدًا. ماشي يا حبيبتي. لازم تفتحي الكرسي اللي جنب السواق وتنامي فيه، وربنا يكرمِك ويسترنا دنيا وآخرة. خدي معاكِ ملاية عشان تضغطي بيها برضه. ما أنا عارفة إن ممكن اللي هيسوق بيكِ هيكون جوزِك أو أخوكِ أو باباكِ، بس أنا باتكلم عشان العربيات اللي ماشية في الطريق جنبِك. ربنا يسترِك وأنتِ نايمة. أي حد ممكن يبُص عليكِ. يعني أنا عملت العمليتين مرتين، فعارفة كويس اللي بيحصل في الطريق إيه. ممكن أي حد يبُص، ممكن مثلًا تبقي مثلًا العربية اللي آخداها أُجرة واللي جنب منِّك سواق غريب، لإن أول مرّة كان السواق برضه مش جوزي، تاني مرّة الحمد لله كان جوزي اللي سايق بيّا. فعشان كده باقول لِك خدي ملاية اتغطّي بيها، وكمان خدي معاكِ مخدة فايبر أو مخدة قطن خفيفة جدًا بسيطة صغنونة، اللي هي بتاعة النونو دي، تمام. حطيها تحت منِّك في آخر فقرتين في ضهرِك أول المقعدة كده، بحيث إن هي تبقى رافعاكِ شوية. أنا باقول لِك كل حاجة بالتفصيل والله، وكل ما بافتكر حاجة حصلت معايا من أول الحقن المجهري لازم بالأمانة أقولها لِك، لإن دي حاجات معلومات ربنا هيسألني عليها. أنا عرفت معلومات عن الحقل المجهري لازم أوصّلها لِك بأمانة الله وزي ما هي بالضبط، علشان ربنا يأجرني فيها، وعلشان لمّا أقابل وجه كريم إن شاء الله ما حدش يدعي عليَّ ويقول لِك يا إياد أنتِ نسيتِ حاجة أو ما عرفتيش تقولي حاجة. لا والله أنا باقول كل معلومة بأمانة، ولو أنا نسيت حاجة بارجع أعمل فيديو تاني وباقول لِك عليه. دول ال4 حاجات أو ال3 حاجات الأساسية المهمة اللي لازم تاخدي بالِك منهم. لو أنتِ هتقعدي لازم تشوفي شقة مفروشة لو هتقعدي ال3 شهور. أو شقة إيجار، أو لو هتقعدي عند أي حد من قرايبِك مثلًا، تفكّري في حد يكون في أدوار قريّبة عشان ما تطلعيش وتنزلي السلِّم كتير، تمام. إن أنتِ لو هتقعدي إقامة لازم تشوفي مثلًا اليوم اللي قبلها والعربية كمان، والحاجات اللي أنتِ محتاجاها هنتكلّم عليها الفيديو الجاي. يا رب بس ما أكونش طوّلت عليكم ورغيت كتير، ولو أنا ناسية أي حاجة قولوا لي في التعليقات والله وهارُد عليكم على طول، وقولوا لي برضه رأيكم. لو أنتم حابين إن أنا أعمل فيديوهات بنفس الطريقة دي جولة كده ونتكلم، والّا أنتم كده اتشتتوا معايا، واخلّي الكلام عن الحقل المجهري في البيت كده وأنا قاعدة. براحتكم. أنا بس اللي هيظهر منّي هو إيديّا وأنا باشاور أو باتكلم أو باشرح، لكن أنا ما باظهرش بوشي. فربنا يكرمكم ويرزقكم ويديكم يا رب كل اللي نفسكم فيه إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله هاحاول كل يوم. استنوني كل يوم في نفس الميعاد هانزّل لكم فيديو حتى لو قصير. أنا مش هاعمل بعد كده الفيديوهات طويلة بالكم ده، عشان البنات بس اللي معاها باقة تقدر إن هي تسمعني.
وتستفيد أكتر. أنا والله عاملة الفيديوهات دي عشان خاطركم، عشان خاطر وجه ربنا، لوجه الله يعني. أنا يا بنات على الواتس فعلًا ما باخدش فلوس ولا باخد أي حاجة، والبنات اللي على الواتس معايا يقولوا لكم أي حد بيطلب أي حاجة مني بادّي له رقمي وباتواصل معاه. بس أنا قُلت الفيديوهات دي تقرّبنا لبعض، وأي معلومة أنا باقولها لواحدة على الواتساب، في ملايين برضه أو في ألوف بيبقوا محتاجين المعلومات دي. فحبيت إن أنا أعمل فيديوهات عشان أشارك البنات دي، وتبقى مرجع لأي حد بعد كده لو حابب إن هو يعرف أي حاجة. ادعوا لي بس بظهر الغيب إن شاء الله، وادعوا لي إن ربنا ييسر لي الوقت كده، وأقدر إن أنا أقول لكم والله كل حاجة بالتفصيل، وأي حاجة تحتاجوها زي ما قُلت لكم أنا تحت أمركم. ربنا يرزقكم جميعًا ويعطيكم ويرضيكم يا رب العالمين. وقولوا لي برضه رأيكم زي ما قُلت لكم أعمل فيديوهات زي كده في جولات أصوّر، لإن بيبقى صعب عليّا إن أنا أقعد ساعة أو أقعد 10 دقايق. أنا عشان أعمل الفيديو ده باقعد فترة كبيرة والله أعمله. فالمهم يعني إن شاء الله يكون الفيديو استفدتوا منه. أسيبكم في حفظ الرحمن. السلام عليكم.